السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة يوم سهل وبسيط، انا بوريكم وانا بعمل تسبيكة المحشي، وبكمل الطماطم اللي كنت بفرزها. وكمان في اليوم ده انا عملت محشي. طبعا انا عملت معاكم المحشي قبل كده، بس هي المرة دي بوريكم وانا بعمل الكوسة. تقوير الكوسة بيبقى حساس جدا جدا. انا باخد بس القلب، ولو الكوسية من فوق بقها رفيع كده شوية، بقطع جزء منه واخليه بحط كله في قاع الحلة. بوريكم ان تقوير الكوسة حساس وسهل ومش متعبة. شايفين؟ في ناس بتحب تخلي في الكوسة شوية لحم كده. بصوا انا خدت الجزء الرفيع بس، وعلشان بس اعرف اقورها واحشيها. وفي ناس بتحبها رقيقة. انا عندي زوجي بيحبها رقيقة جدا، وولادي كمان ما بيحبوش فيها لحم، يعني بيحبوها اكنها زي البتنجان بالظبط كده. بوريكم ان انا قورتها، ولازم لما حتى لو هتقعديها يوم او 2 متقورة بخليها في مصفى، وراسها لتحت، او فتحة بقها لتحت، علشان ما ما تريمش، لان الكوسة بتنزل مية لوحدها. يعني لو سبتيها كده مثلا محطوطة في اي طبق ونزلت مية هتبوظ الكوسة. ودي كانت كوسية مخرومة، خدت عود كده من القلب وحطيته جواها، خلاص بقت كويسة جدا وزي الفل. الكلام ده بقى انا عملته من بالليل. تاني يوم الصبح عملت المحشي، وهوريكم وانا بغرفه لان انا عملته معاكم قبل كده. ايه رأيكم؟ عملت معاه لحمة متحمرة، مسلوقة ومتحمرة، وملوخية ولسان عصفور. الكوسة هنا انا غرفتها في الطبق ده ومعاها فلفل، وقدامكم بغرف الكرنب ومعاه برضو فلفل. شايفين لونه؟ ما شاء الله، لونه زي الفل، طعمه زي الفل. يستاهل والله تكونوا موجودين معايا. المحشي بالنسبة لي هو سهل، بس بيبقى على يومين مش على يوم واحد. ما بعملش المحشي على يوم واحد إلا لما يكون معايا حد، لكن لو أنا لوحدي بعمله على يومين. ايه رأيكم؟ لو عجبكم قولولي رأيكم، واتمنى اسمع منكم كلمة حلوة في الكومنتات، وتشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني دايما كل جديد. خلص المحشي، طب نحلي. اقتربت في اليوم صلاة ده اصلا الفجر. كان يوم كانت خالتي موجودة عندي، فعملت المحشي، وعملت كمان بسبوسة. انا معايا كيسين من البسبوسة، انا بستعمل النوع ده حلو جدا وبحبه وضمناه يعني. معايا كيسين، ومعايا كوبايتين زبادي، ومعايا كمان معلقتين من الشربات المعمول التقيل، او لو عندك عسل ابيض، او لو عندك عسل جلوكوز. اي حاجة من التلاتة ممكن تعمليها. انا بعمل كده على الجاهز، يعني مش بعقد لها العسل الاول وبعدين احطه عليها. هو عسل شربات معمول مش متكرمل. لو عايزاها متكرملة بنعقد العسل اللي هنحطه عليها شوية، بنخليه كرمل شوية يعني، وبنحط عليه السمنة، وبنحطه على السميد بتاع البسبوسة. انا بجيب سميد جاهز، لو متوفر عندك تجيبي سميد سايب مفيش اي مشكلة. المهم تبقي ضامنة نوعه والمكان اللي بتجيبيه منه. انا دلوقتي حطيت معلقتين او 3 من العسل دوت. زي ما قلتلك ده شربات معقود قبل كده.
ومعمول تقيل، مش خفيف. هقلبه كويس تقليبة حلوة، ونحط طبعا السمنة. نحط حبة سمنة كده حلوين، 3 4 5 6 7 معالق، لأن البسبوسة والكنافة بيحبوا السمنة الحلوة يعني. وبصراحة أحلى سمنة بحبها للحلويات السمنة الصفراء أو الزبدة الصفراء، بتبقى حلوة جدا جدا في الحلويات. تقليبة كويسة. هنخلص ما نقلبش كويس قوي يعني عشان هي مش بتتعجن، احنا بس مجرد بنخلط المكونات مع بعض. عاوزة تحطي في المرحلة دي جوز هند حطي، عاوزة تحطي، شايفين انا بحط اللبن بقشطته، حطيت زبادي وحطيت كوباية صغيرة من اللبن او الحليب بقشطته عشان يديها برضو قيمة غذائية حلوة ونعزز الطعم جواها. قلبتها كده تقليبة بس، ما بتتقلبش كويس عشان هي مش بتتعجن. وهنصبها في الصينية. وزي ما قلت لك لو عايزة تحطي في المرحلة دي اي نوع من المكسرات، تحطي جوز هند ممكن، وممكن تحطي المكسرات على الوش. انا معايا صينية متوسطة، حطيت الكمية كلها فيها، وبس هسويها وهنوزع يعني الكمية ونسويها كويس، ونخرج منها اي نوع هواء، يعني اي هواء هنخرجه منها. زي ما انتوا شايفين مخدتش وقت خالص. طبعا انا مجريتش حاجة، هو المقطع كده زي ما هو، وبديها خبطتين على الرخامة او على الارض، مجرد اني اخرج منها اي هواء، وندخلها الفرن. وبعدين نسقيها بالشربات اللي مش تقيل. انا كده بزينها من الخارج، حطيت لها بندق ولوز، وزي ما قلت لك لو عايزه تحط لها اثناء الخفق جوز هند هيبقى حلو جدا. بس دايما بيبقى الباكو الجاهز ده بيبقى فيه جوز هند. انا قسمت الصينيه نص بالبندق ونص باللوز. وعايزه اقول لكم النص اللي بالبندق ده انا اللي كلته، يعني كده انا تخصص البندق، يعني البندق ده بعتبره حاجه لي انا. وفي زبيب لو عايزه برضو تعمليها بالزبيب هتبقى حلوه قوي قوي وجميله وبألف هنا وشفا. زي ما انتوا شايفين بعد ما طلعت بقت ما شاء الله، سقيتها الشربات وشربت الشربات بتاعها وبقت زي الفل، لونها تحفة، طعمها تحفة، مستوية جدا من جوه، حلوة قوي، شربة شربتها من جوه كويس قوي. اهم حاجة في البسبوسة انها بتاخد شربات كمية محترمة. يعني مهما تحسي ان انتي مزودة الشربات عليها، لا هي بتقبل اي كمية، ما بتقولش لا يعني. حتى بصوا يعني انا كنت متخيلة ان انا مزودة عليها الشربات، لا يعني هي حاسة ان هي محتاجة شربات تاني. الاطراف بقى اللي بتبقى بالنسبة لي دي العشق، يعني اطراف الصينية كلها بتبقى بالنسبة لي حاجة تانية يعني. وبزينها من بره برضو ببندق ولوز. ويلا بقى ندوق طعمها. انا مش قادرة اقول لكم، تقريبا الصينية دي كلها انا اللي خلصتها تقريبا، يعني بحبها فعلا فعلا. انا بحب البسبوسة بالبندق والبسبوسة شايفين مفرولة وجميلة جدا جدا، وشرباتها حلوة قوي، طعمها جميل، مش شربات كتير ومش شربات قليل. طعمها ما شاء الله زي الفل، وترميلتها حلوة قوي. وانا كل ده عمالة باكل، مفيش اي مشكلة.
وبصوا محدش يقول لي بقى رجيم بصراحة، عشان انا نفسيتي تعبت يعني، محدش يجيب لي سيرة الرجيم تاني. لو موجودين معايا لحد دلوقتي يا ريت تشرفوني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوفكم في فيديو جديد في يوم جديد، والسلام عليكم.